يا دي النيله يا نوال، يا دي النيله، ما قلت لك 100 مره بلاش تجيلي العربيه، وكمان كوريا خرجت والجو ما بقاش امان. الله، خرجت ولا اتهببت ماليش فيه. وحشتني يا هي. نهارك اسود ومنيل ب60,000 نيله، وحشتك ايه ونيله ايه؟ اللي جيتك هنا كل يوم والتاني ما بقتش نافعه نوال. نفسي بتهفني على الكبده فبجيء. كبده ايه؟ كبده ايه اللي نفسك بتهفك عليها؟ كوريا لو شافتك هنا هتشمع لي العربيه، وسلومه جوزك مشهبه لنوال ومحله على اخر النصر. مالكش دعوه بجوزي يا اخويا، قول انك خايف من السنيره القصيره بتاعتك. ما انت مضروب على عينك وبتحبها رد السجون. انا عارفه عجبك في ايه دي. فكك بقى من كوريا وشيليها من دماغك. نوال، عيون نوال، مزنوق في 200 جنيه. يوه يقطعني، مش عامله حسابي. لا شوفي لي اي حاجه معاكي. طب خد يا هيما ده بيعه واشتري اللي انت عاوزه ونزه نفسك. من ايد ما نمسكهاش، ويلا بقى اخلعي نوال، مالكيش حجه. واحده جوزها جزار واقفه على عربيه كبده مستورده ليه؟ وكمان كوريا مستنيانا على القهوه. على القهوه يعني على الرجاله. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها؟ الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال؟ ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشالك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه، انا بقيت بكرهها كانها ضرتي. ضرتك ايه؟ ضرتك ايه ونيله ايه؟ يا نوال احنا حوارنا ده كله عوق ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها، وحاجتك حاضره. انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي. يعني مش هياخد غير جلاليبه الزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيما. ولو عاوز عفش جديد نشتري، ابيع سيختي. انا شارياك يا هيما وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت اتهطلتي يا نوال؟ لا وربنا اتهطلتي. انت عاوزانا انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي؟ كانت تولع فينا وفي الشقه. خلاص نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده، احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده. خد يا حبيبي. ده حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا اخي كبداجي، وانت يا اختي نوال. انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يلا. ما تنزحي يا اختي وانت عماله تترقصينا كده. اللي هي تنزحي من الدنيا انت والعجل بتاعك يا بعيده. جاتكوا القرف. جاتك انت 60 قرف يا مسمى بري منك يا مسترجله يا رد السجون. مش كفايه خالتك المجنونه اللي عماله تنوح لنا ليل ونهار وانت حبساها وسايباها عشان تشتري كروم؟ الله، خلاص هتموتي على ايه ده يا بنت المجنونه؟ لمي لسانك الزفر ده بدل ما اقطعهولك. مالك؟ عاوزه امسح السلم من الوساخ. ليكي شوف في حاجه؟ جاتك القرف يا عيله كلها مجانين. الواحد يتعامل معاكوا ليه؟ عيله خلل. بمعية الله فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. اكل عيش ايه ومحل ايه اللي افتحه بس يا جدعان؟ دي في رقبتي. ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجه بيزعل عليه. دي مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش اهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شويه ونقول خلاص الحي ابقى من الميت. لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا، سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت. لما تعتري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش بنت من هنا، غوري من هنا احسن وتربط امي. افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقول لك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف خلاص خد يا حبيبي. صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. لك يا هيما وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا.
اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلومة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبت كوريا متدهولة في اللي هي فيه. يعني الدنيا امان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. انا هسبقك وتعالى ورايا. اجي وراكي فين؟ انت اتعطلتي؟ انت عايزه تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصه شرده؟ لا شردة ولا ما شرداش، وانا يعني مش هخاف على سمعتي. لا اله الا الله، ما انا بقولك الدنيا امان. وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين، ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا وتكسر الشقه على اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شيطان. ضعيف يا هيما، ضعيف. الله يخرب بيتك يا نوال، الله يخرب بيتك. بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلة ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راخ، بس بقى. يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طعامها. والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه. سلومه جه؟ سلومه جه. نهارك اسود ومنور. تعالى هنا، رايح على فين؟ تعال. ام البتاع هنروح فين؟ تعالى. فين؟ على فين؟ تعالى هخبيك في اوضه النوم. نروح فين؟ اوضه النوم ايه ده بقى؟ تعالى تعالى خبيك فين؟ تعالى خبيك فين؟ نو واحد واقع من الجوع. طبخان ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. بالطين؟ ده الواحد بطنه مشيشت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهدني. ماشي. رايح فين؟ محصور ايه؟ مفك الزنقه. ايه؟ حد جانا يا نونو؟ انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح. انا؟ مش بس انا متهيألي ان انا قفلته. مش عارف، وانا البيت دريان بحاجه ما ادخل اعمل البطين. يا نصيبتي السودا، هو في ايه يا خال؟ وانا من ساعه ما خرجت من السجن وانت واخدني فحت رد، كل شويه عمال تجيب في بلاوي وترمي على امي. ده ايه الوكسه السودا اللي انا فيها دي؟ قلت لي افتحي المحل يا كوره، افتحي محل امك يا كوره. قلت لك حاضر يا خال. قلت لي خدي خالتك وراعيها. قلت لك حاضر. ايه دلوقتي جايب لي واحده هربانه وعليها حكم وتقول لي تويها؟ ده بتاع ان شاء الله. اسكتي. بعد اذنك، اصل هي وقفته النار على رجليها تعبانه. عطوها تعالي ريحي بره. تعالي تعالي ريحي هنا، ريحي هنا. هتفضحيني ولا ايه؟ ريحنا. بقول لك الهانم اللي الجوه ديت انا شغال عنديها وخيرها عليا، وجوزها ناصب عليها ورافع عليها قضيه واعره قوي، وانا لازم اقف جنبيها. خيرها عليك انت. تقف بقى جنبيها، تقعد جنبيها، انا ماليش فيه. بقول لك ايه، انت خالي لكن تجيب لي نصيبه ما اعرفها. لا نصيبه ولا ما نصيبهاش، هي هتقعد معاكي ومفيش حد يعرف انها هنا واصل، ولو حصل منها اي مشاكل ليكي انزعها في اي مكان. طب وعلينا بايه ما انت منزعها من الاول خالص؟ احنا ناقصين نصايب. هديكم البوكس والله يا كوريا. بقول لك ايه، هي تقعد مع خالتك سندس، بدل ما سندس كل شويه تنط من البلكونه وتروح تجيبيها من كل حته. يا نصيبتي السودا، تقعد مع مين؟ سندس. انت عايز تقلب لي بيت بلاوي من كل يوم يا بطيستا؟ سمرين دي ولا لينا فيها ايه عشان نتويها ونشيل طينه؟ يا بنت طلعت مينا، وعهد الله بالبوكس في وشك. هتدفع لك ايجار الاوضه، اجمعي فلوس
فلوس التنكيس عشان تديها للمعفن الجزار اللي اسمه سلومه ده، بدل ما يطردك انت وخالتك برا البيت. وهي دي لو حلتها فلوس كانت جت قعدت هنا، دي شكلها عدمانه وبتكح جير. بقول لك يا خال، دي شكلها طمعانه هتبلط في ام الشقه ويبقى وضع يد زي اللي بنسمع عنه في التلفزيون. اسمع اللي بقول لك عليه يا خال، انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طمعانه. هي تصدقي طمعانه؟ طمعانه في ازازه الزيت اللي موجوده عندك على الرف جوه، ولا قلم الحواجب؟ ايه يا عبيطه طمعانه فيه؟ الهانم دي معاها فلوس تشتري بطن البقره. مين ده؟ تشتري كل البقره اللي في السوق. اهدي، يلا بينا تعالي. طب بقول لك ايه؟ هي هتدفع كام؟ خديها تحت باطك. لا ما اتفقناش على انجاجه كمان يا خال، وانا عشان اثبت انها قريبتي لازم يعني الزق خدي في خدها ببص عن بقعي. بقول لك ايه، عشان اهل الحاره يصدقوا اهو، بدل ما ينكشوا ورانا ويعرفوا اصلا. يلا حلو كده اهو اهو. بالراحه. الله ينور عليك. الله يا عم شكري، يا كوريا رايحه فين؟ ده هيمه. ازيك يا هيمه؟ جمالات بنت خالتي. نعم يا اختي. ده هيمه خطيب، هنتجوز عن قريب ان شاء الله. هاي نايس تو ميت يو. مين؟ يلا بقى عشان يا دوب كده. يلا قيمه. لا يا سيد يا مشاط يا جرجير. بس يا كل ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا مسوق؟ القمر دي يا اختي. دي جمالات بنت خالتي، عندها ظروف كده فهتقعد معانا كام يوم يعني. انهين فيهم؟ خالتها المبروكه الله يرحمها اللي ماتت في البلد. ايوه امك الله يرحمها كانت بتحكي لي عليها زمان، انا ما شفتهاش غير مره واحده بس زمان قوي. يا اختي بطن البقره نورت والله، وان ما شالتكيش الارض نشيلك فوق دماغتنا ان شاء الله. الظروف كده تبقى كويسه يعني وتبقى خير يعني. ميرسي، متشكره قوي يا طنط. والله العظيم يا دوب كده. ده انت يا دوب. منوره. الحمد لله على السلامه. النبي. الله يخليك. السلام عليكم. مين دي يا خالتي؟ انا عارفه يا اختي، قال بتقول بنت خالتها، بس بنت حته قشطه والله، بس التورته. ادخلي بسم الله الرحمن الرحيم برجلك اليمين. افرجك بقى على الشقه زي ما انت شايفه كده، حاجه برحه، هواها بحري، شبابيكها دول بيطلوا على الحاره عدل. وشوفي بسم الله ما شاء الله كنب زين، قعدته مريحه تمام، اسمه كنب اسطنبول يا ست هانم. حضرتك لو زرت قلعه محمد علي هتلاقيها كلها مفروشه كنب اسطنبولي. محمد علي ده كان راجل زين، كان ايامها بيستورد حاجتين، الكنب الاسطنبولي والجبنه الاسطنبولي. تعال افرجك على الطقم ده. شفتي الطقم ده زين، ده طقم اثري مفيش منه الا 2، واحد ولع وده فاضل عندينا اهو. تعالي بص عليه، تعالي خشي اقعدي ريحي اقعدي. متشكره قوي، شكرا. خلاص مش مهم، بعدين نشوف. تعالي بقى افرجك على دورة المية. دورة المية ديت زينة، هواها بحري ويرد الروح. تعالي اتفضلي يا هانم. شفت بقى حاجة عظمة وقاعدة مريحة على الآخر. خلاص ما تقعديش تعالى افرجك على اوضه النوم. مالك في ايه؟ خلاص حاجه جميله والله. تعالي اتفضلي يا هانم، اتفضلي. طب بتدي عليا؟ انت خشي. اتفضلي يا هانم، اتفضلي. ما شاء الله عليك يا كوريا بنت اختي ديت بنت زين. شايفه مرتبه الاوضه ازاي ومنظفاها؟ صدقي بالله دي ما تلاقيهاش في لوكاندا صفر نصطاد. يا مامي، مين ده؟ مامك ده مين يا اختي؟ ده ابويا الله يرحمه الحاج ابو عاطي ابو وهاب. هو اي نعم يعني ما خرجش عمره بره البلد، لكن الناس كلها اللي تشوفه كانت تقول له حاج. وبعدين دايما ناس راحت الكعبه ورجعت من هناك وقالت شفناه هناك، وكان معاه دايما ميه زمزم جراكن كده كان يوصي عليها ويستبارك بيها. الله يرحمه كان راجل بركه من اهل خطوه ايه وشافوه ايه؟ ايه التخلف اللي انت بتقوليه ده؟ الصوره دي تتشال من هنا دلوقتي حالا، وانا لو اتنازلت ووافقت ان انا اقعد في المكان الحقير ده مش هبات انا والراجل ابو خطوات في اوضه واحده عمري. نعم يا اختي، انت بتتعوجي على ايه؟ انت عايزاني اشيل صوره ابويا عشانك انت يا معوجه يا معيوبه يا ساقط الحريم؟ ليه ان شاء الله؟ الصوره دي بقى لها 40 سنه محطوطه كده اهو في مكانها كده اهو زي ما هو. ابويا وامي ناموا تحتيها وماتوا تحتيها على الفرشه اللي انت هتنامي عليها دي. ايه تيجي انت دلوقتي وتقولي لها شيلها؟ ده بتاعتها ان شاء الله. بقول لك يا خال اسحب البتاع اللي انت جايبها لنا دي معاك، هي هتتني وتتفرد علينا ولا ايه؟ شكري مشيني من هنا دلوقتي حالا. في ده
داهيه. يلي ناقص يزرعوك تحت السرير يا ملعلع في ليبيا وتونس. يا اديني 3 ربط جرجير. جرجير حاضر يا حبيبتي، والله عليك. ودي يا قلبي 3 ربط جرجير زي العسل هم. خدي يا قلبي. ازيك يا بنتي يا نوال، عامله ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اهو انا زي ما انا. يا اختي كل يوم تاخدي مني جرجير، مفيش حاجه كده ولا كده يعني؟ مش هنشلكوا عيل ولا تايل؟ دي حاجات بتاعت ربنا يا موسو. ايوه يا حبيبتي بتاعت ربنا، ربنا يفرحك بفرعك يا رب. ايه يا حبيبتي واقفه مستنيه ليكي باقي ولا حاجه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هي مين الوليه اللي جت مع البت كوريا دي؟ هي بتقول واحده قريبتها من البلد يعني، بس عندها ظروف. ظروف ايه؟ يا اختي واحنا مالنا، ده الخلق للخالق. اها. بس استني عليا بقى 2 ساعة زمن والرجل تهدى في الشارع وانا هجيب لك قرار امها. مسوكه ما شفتيش خالتي والنبي؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ خرجوا راحوا فين؟ دي واحده ما تفهمش حاجه والتاني ما تعرفش حاجه في المنطقه ما تتخيرش عنها، يكون راحوا فين يعني؟ واحنا عرفنا يا اختي؟ هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع مسوكه دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، معرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجه مع جمالات دهيت، وجمالات وجوزها كدهوت لا لامت لا سلام ولا كلام والله. على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، دي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا ياض يا ابني المفتوحه منك دي من هنا. مش معقول يا كوريا انتي، انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره. لينا بنتي لمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. على فكره انا ما كنتش نازله اتفسح في الحاره ولا اعمل شوبينج، انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟ وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. اهو. لا يا حبيبتي انا هنا ما عنديش حره دي هناك عندكم في الكامباوند، لكن عندي انا هنا انا حره يعني انا لا مؤاخذه. فاهمه يعني ايه؟ وما شفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا اللي يسوى اللي ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، طرباني استريشت وبلوزه بامبا، يقول على مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تطولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي. بس بقى وهي بس وحياة سعد ان مسكته لو ما نزل عليكم شبشب. استني انت يا خالتي دلوقتي والنبي. لا نغ هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لا حد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشوله بشبشب. مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين ينقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجه، انا مستحيل اتكلم مع واحده فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابه اللي انت فرحانه بيها دي انا قاعده فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزه حوار معاكي. تعالي هنا. فلوسك ايه يا ام فلوس؟ انت زهقتينا بفلوسك يا اختي، اللي كل شويه فلوسي فلوسي فلوسي. مشكلين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجه، اللي يشيل ويحط عليك يا بعيد. ده انت داخله عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، انت مين اللي زقك عليا يا بت؟ انا عايزه افهم، ما هو انا اخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت واقفه هم فوق هم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فاهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان. دي حاجه تعرف يا شيخ، البنجر قال وفلكر. انتي واحدة مقرفة وبيئة وشرشوحة. انتي لو عندي في البيت انا استحالة اشغلك شغالة تمسحي البلاط باخلاقك المعفنة وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنة مع المجرمين وقتالين القتلة ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغالة يا بنتي يا باردة يا سيد غنتي. بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده، بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي اندمك على شبابك بقيت عمري. عاوزه تغوري من انا ازح وانت ساكت. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه والله، قلبها زي اللبن الحليب. هي تطلع وتنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت في التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا اصل يصلحها وينزلها يا ام سوكه، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي واعمل لها شب عنبي يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل، اساليني انا يا اختي. سيبيني خليني اتفاهم مع البنت وافهم معايا. شويه هو انتوا ايه غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم لسانك يا كوريا.
قابلنا ست كتكوته في وشنا فلمناها، خارجه نفسها ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا بارده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حصلك يا وليه يا بنت؟ ما تتلمي يا بنت يا كوريا، ما تتلمي يا بنت. جرى ايه؟ هيجي علينا كده ليه يا اختي؟ اتلمي يا بنت اتلمي. كل الحكايه هناخد الستتين الحلوين دهمت، نقعد عند البت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا. فيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشوفه في خرجتك انت شويه يا قادر يا كريم. شوفي ايه اللي عليكي خرجتي يا دي البنت، اخفى عليكي. شفتي يا بنتي يا نوال قله الادب بتاعت البت كوريا؟ تعالي يا بنتي نشرب كوبايتين العناب. ان شاء الله تنشقوا انتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم. لا مش معقوله، احنا تعبينك معانا يا ابله والله. طب والشاي؟ معقوله؟ ربنا يخليك يا ابله، يلا بالسلامه. بالسلامه بقى. قالت لك ايه يا عم روميو؟ لا يا صاحبي الموضوع صعب قوي يا صاحبي. بتقول لك تاخد 6 حقن شرجيه يوميا وكوبايه شاي واحده. طب والحشيش؟ لا الحشيش لا، ده معقم يا ابن عم الجو. طب كويس. مين؟ افتح. ايه ده بقى؟ الف سلام عليك يا هيمه، الف سلام عليك. نهار ابوكي اسود، نهار ابوكي اسود يا نوال. انت ايه اللي طلعك هنا؟ انت عايزه تلبسينا؟ الله، جرايك بداكي ابن حتتشي وجاي ازوره وهو تعبان. ده على اساس اني راقد في دار الفؤاد؟ بقول لك يا استاذ انا بقى عشان الموضوع هيطول. تبقى فين يا ابن الهبل؟ اقف مكانك اوعى تتحرك. وانت يا نوال لا شكر على واجب، انا مش ناقص حوارات مع كوريا. يعني ايه يا كبداكي؟ يعني بطلنا اللي يعطلنا، ولو عوزتي حاجه بعد كده بتطلبيني في التليفون. والعمود ده يا اخويا ابقى ابعتهولك ازاي؟ في رساله؟ العمود ده يا نوال تحطيه في ايد اي عيل من تحت وهو يبقى يجيبهولي، ما تطلعيش انت تاني. ماشي يا هيمه، انا الغلطانه. سلام. سلام يا اختي. سلام يا اختي. اقفل الباب. ايه ده بقى؟ كنت فوق بتعملي ايه يا مرنتي؟ ايوه يعني هي الدنيا هتتهد. خير، عايزه مننا يا وش البومه تاني. ممكن تدخليني يا اختي؟ ايه الانكسار ده؟ خش. مين دي؟ دي نواله خالتي جارتنا. نعم، عاوزه ايه؟ عاوزه اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي. يا نهار ابيض، يا الف نهار مبروك يا اختي. روحوا بلوا الشربات اوام. ايه؟ استني يا خالتي، هو اي فرح تطلبي ايد مين لمين يا اختي؟ ده ايه العطا اللي بينا عايشين فيه ده؟ اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي. شرع ربنا محلل للراجل 4، وانا بقى ست مؤمنه وطالبه الحلال لجوزي. حلال ايه يا وليه يا عايبه؟ يا حل وسطك يا بعيد. لو انت فاكره كل النسوان زيك خطافه رجاله ثم تعالي هنا بقى هو بقى يرجعك عشان كده. قومي من هنا زباله الحريم انت. قومي جاتك القرف. المحلل ومحلل. اطلعي يا اختي اطلعي، انا حق عليا فتح. انت هنا يا راجل يا قفص. اتفضلي. هقول ايه؟ ما هو انت لو راجل ما كنت شجعتها بعد عملتها السودا وفضحتها ام جلاكل، لكن ازاي؟ راجل كل عيشته مع البهايم، اكيد طبعا كرفوا عليه. اتوكل على الله من هنا. جرى ايه يا ولاد؟ في ايه؟ ايه عاملين ريعه كده ليه؟ انت مالك انت يا برده؟ انت حدك حشرك، حد جاب سيرتك واحده وباقيه على جوزها. انت مالك؟ لعلمك انا مستحملك برضو عشان الست جمالات. ما تسيبي صاحبة الشأن تقول رأيها. هو انت لا ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل؟ يا راجل انت اتهبلت ولا واخد لك حبيتين جراء؟ صاحبة شأن مين دي اللي تقول كلمتها؟ انت شكلها راحت منك خالص. الست جمالات قالت ان هي مش عايزه تتجوز على ضره عشان ما تظلمهاش. انا جايب الضره لحد عندها تطلب ايديها وتقول لها موافقه امين. عاوزه ايه تاني؟ يا خرابي، لا هي جايه بنفسها عشان تطلب ايد البنيه اللي بسلامته. لا حول ولا قوه الا بالله، على ذل وكسره نفس البني ادم اللي تخليه يعمل ايتها حاجه. بعدين معاكي بقى يا الله. ست جمالات، انا جاي وطالب ايديك على سنه الله ورسوله،
وهكتب لك شقه مطرحين وصاله في عمارة اللي فيها المحل. هكتبها باسمك بيع والشراء، وهشطبها لك سوبر لوكس، وكمان هجيب لك عفش جديد من دمياط، وكل اللي تطلبيه مجاب، وهعمل لك الخد ده مداس، والخد التانية الفردة التانية من المداس. هو انت يا معفن يا متخلف فاكر نفسك ايه؟ عشان راجل يبقى من حقك تتجوز وتطلق وتتجوز تاني؟ هو انت ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ ومراتك الغلبانه المسكينه دي ذنبها ايه تذلها وتهينها وتخليها تيجي تطلب لك ايد واحده تانيه؟ هو انت ما بصيتش لنفسك في المرايه قبل ما تسمح لنفسك انك تفكر تطلب ايدي؟ وانا برايك هبص لك على ايه؟ عشان ايه؟ انت اتفه واحقر من انك تكون بني ادم. عظمه على عظمه جولي، جدعه بنت. لا كده انا هخليك انت والمحروسه قريبتك تيجوا تلحسوا جزمتي عشان ما تردكمش في الشارع. طب قسما عظمه نرميكوا في الشارع رمية الكلاب حتى لو جبتولي مال قارون. ماشي يلا هتقعوا مني فين؟ مسيرك يا لحمه تجيني على المفرمه. يلا انت واقفه هنا بتعملي ايه؟ ده يا انت ومراتك عليكوا على اللي عايز يعرفه. شفت يا كوريا الراجل الناقص قليل ده تكوا 60 نصيب عليكم كلكم. عملت لك اللي في دماغك، بس اديك شفت. هو احنا لينا غير بعض يا سلومه؟ ده انت اللي طلعت بيه من الدنيا. عاوز تبعني وعشان خاطر مين يا سلومه؟ اهي بعترت كرامتك في الارض وخليتك ما تسواش فردة شبشب مقطعه. بالراحه خف صابعك اللي عامله زي المخراز. ايه بتكبسي جاموسه؟ كفايه انت تعبتني. بس الشهاده لله، الوليه اللي اسمها جمالات غلبانه، هي العقربه اللي اسمها كوريا دي اللي ورا كل المصايب. لكن انا هخرب بيت الاتنين. يا انا انت يا كوريا في البيت ده، يا انا انت يا كوريا انت وقريبتك يا كوافرت الحمير. بقول لك يا بت، في كيس ناقص من الحنه دي، شكلك ضربتي عليه. والله ما خدت حاجه يا اسطى. لا انا شاكه فيك، شعرك متحني من قدام كده ومسود. والله ما خدت حاجه. طب قوم اقلع على الاشارب ده وريني. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك ايه، عايزك بره كده في حاجه. يا عم خليك، يعني خلاص شايف الحليم مقطعه بعضيها في قلب المحل. مالك؟ شكلك شايل طاجن ست. هاجر ما راحتش المستشفى واخوها حابسها في البيت واخد تليفونها من ساعه اللي حصل في الفرح، ورحت الوليه اللي بتنظف معاها قالت لي برضه ما جاتش ومش عارف اعمل ايه. طب معلش خليك وراها، هي بنت جدع. خليني وراها ايه بس؟ ما انا مش عارف عنها اي حاجه، خليها وراها ازاي بس؟ طب بقول لك ايه، تعرف عنوانها؟ عارف عنوانها. ماشي يلا بينا. هي على فين؟ مالكش دعوه انت بقى، انا هحل لك المشكله دي. يلا. بقول لك يا بنت خلي بالك من المحل على ما اجي. خلي بالك ايه، مفيش زباين. بقول لك مش رايحه في حته. انا اسف. الانوثه مش بس لبس وشعر وميك اب، لا الانوثه لايف ستايل، اتيتيود، يعني حاله، احساس. انتي مش لازم تهتمي بانوثتك عشان الراجل بس، عشان جوزك او خطيبك، نو، عشان نفسك. الانوثه بتبان في المشيه، بتبان في الجست، في الحركه، بتبان في الحاجات دي. لازم ما تبقيش مكسوفه انك انثى، ربنا خلقك انثى، so you have to be proud طول الوقت. تبقي فخوره كده، حاسه ان كده انا مبسوطه ان انا انثى، حسي بانوثتك. الله ينور عليكي يا ابله، ده انت كلامك عامل ولا كلام الستات اللي بتطلع في التلفزيون. طب ما تسيبك من الدرس ده يا ابله، احنا مش تلامذه، ما ينفعش تبقى لنا الهدوم دي بالاسم. يا بنت انت وهي اختشوا على دمكم ودم اللي جابوكوا. عايزين تلبسوا المشاخلع والمدلع والملمع من غير ما تدفعوا؟ شحات عايز ياكل عيش فينو؟ اهو النبي يا ابله، ده احنا حتى غلابه وما معناش نحط كومه فلوس في الشفتشه والمقطع والمبين. ده الكل هنا ماشي كده بالقسط وشغالين زي الطلوق. طلوقه؟ طيب خلاص امشوا انتوا دلوقتي وسيبونا افكر. ماشي، سلام يا ابله. باي. امشي يا اختي امشي. الله اشي اخضر واشي احمر واشي اصفر، ده انا ولا في اشاره مرور. لا مؤاخذه، انا والراجل ده عايزين نتدلع، ممكن تدلعينا يا مكنه؟ انتوا عايزين مني اي حيوان انت وهو، لو ما طلعتوش دلوقتي بره هجيب لكم البوليس وهحبسكم. نحبسينا؟ هو فين الحبس ده احنا بنتنشى عليه مش لاقيينه. يا حمار انت وهو، انتوا عايزين منها ايه؟ يا سندس ايه اللي جابك هنا؟ اطلعوا بره، يلا اطلعوا بره. في ايه يا ايه؟ مالهم بيت العيال الصياع دول؟ ايه اللي جابك هنا انت هو؟ يا كوريا الحيوانات دول دخلوا بيقولوا لي كلام سافل وقليل الادب. نعم بتقول ايه يا حيلتها؟ وحياة انت هو الشيطان يعمل معاك الغلط، ده انتوا قاعد ابوكم هباب. دي الرجاله انت هو تخشوا محل الناس تسرقوهم؟ بس انا ما كنتش اعرف انها تخصك يا اسطى كوريا. نعم يا حبيب امك،
ما تعرفش؟ انت هترندني وانتوا وراكوا حاجه طول النهار اللي هتسجحها والمرازيه مخللاه في الحاره؟ ما تعرفش ازاي؟ بقول لك يا اسطى كوريا، احنا هنكبر لابراهيم وللراجل اللي معاكي وهنخلع من هنا، وكلمتين ابرك من جرنان. قال لك ما كناش نعرف، يبقى ما كناش نعرف. احنا كنا فاكرينها ولد جديد من بره المنطقه يعني. وعامة حاك علينا يا ست الخضره الشريفه، احنا كنا فاكرينه محل جلاليب رجالي، ولا عايزين نتهبب ولا نتدلع. سلام يا عم، سلام يا عم وداد، سلام يا عم النسر. شايفه قله القيمه اللي جبتها لنفسك بالمشاخله؟ ثم تعالي هنا، ما تنشفي كده يا اختي، ما اللي يدوسك على طرف دب بايدك في كرش وطلعي المصارين. هو انت ايه جايه من ايه؟ ما طلعتش مصارين حد قبل كده؟ ما طلعتش. خلاص يا سندس خلاص. في حاجة عجبتك؟ دينا اخسى عليكي، مش بتسألي عليا ليه؟ ما انا جيت اهو عشان اطمن عليكي. انا ماشي الحال كويسة، واول مرة كمان اتفرج على المحل، ذوقك باين فيه، بس خسارة في المنطقة دي. انت بتقولي ايه؟ هو انا لو في ظروف تانية كنت هفكر افتح محل زي ده اصلا. المهم اسمعي يا لحسن، انا لازم امشي بسرعه لحسن محمد شايط وبيتخانق بقى معايا في كل حاجه. اسمعي، انا مش عايزاكي تقلقي من اللي هقوله ده. نادر ساب القضيه وخلاص مش عايز يكملها، بس انكل ابي طالب بعتني عشان اقول لك حابه توكلي مين غيره. سابها يعني ايه؟ سابها ازاي؟ هي لعبه؟ دي حياتي ومستقبلي. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل لي. انا ربنا بيعاقبني على ايه؟ ليه كل الناس عماله تتخلى عني؟ في ايه يا دينا بس؟ معلش يا هايدي، كل ده هيعدي صدقيني. احنا دلوقتي قدام امر واقع، ولازم تفكري حابه توكلي محامي مين غيره. انا مش عايزه اقوي محامين، خلاص ان شاء الله يحكموا عليا بالاعدام. بس انا مش قادره افهم اللي يخلي نادر يبيعني. الواحد طول عمره يسمع عن الاكل والشرب الدريفري، اول مره يسمع عن المحاضر الدريفري دي جديده، ما شفناهاش غير على ايد الست جمالات والست كوريا. ما تهدوا امال يا نونو، الله خلينا نخلص من الفيلم الحمضان اللي ريحته ضرب في الحته دي. انا ما عجبناش. لا انا مركب دبوره ولا ساحب امين شرطه في ايدي وداخل. حته الجزار هيجي ايه جنب الامن والامان لحد ما اخرج من هنا. لو سمعت صوتك انت ولا مراتك انا هاخدكم معايا وانا نازل، عشان بعد كده لما يبقى لكم جيران محترمين تعرفوا تتعاملوا معاهم بأدب ازاي. فين الفلوس يا نسا كوريا؟ نورتنا يا باشا، نورتنا وتعبينك معانا والله. مفيش لا تعب ولا حاجة، مش بيقولوا برضه الشرطة في خدمة الشعب؟ بس ده المحترمين بس، لكن اللي ما يحترمش نفسه ياخد على دماغه وبالقانون. ايوه كده يا حضرة الظابط يا حلو انت. ايوه والنبي شوف الجماعة المقرفين دول، ده كل قرف اللي يقرفكم. خد قد فلوسك. ملوش لازمة. كمل يا ابن المحضر. هذا وقد استلم صاحب البيت من الآنسة كوريا عبد العاطي المبلغ اللازم للتنكيس وقيمته 10,000 جنيه وفقا لتقدير الخبراء المختصين. وتعهد صاحب البيت بعدم التعرض للشاكين بأي تصرف قولا أو فعلا، وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية. تمام الفلوس؟ تمام. بتمضي ولا بتبصم؟ ابصم ده ايه؟ انا متعلم، انا معايا خير. طب اختم يا اخويا. راني ما بعد ما الايام مهما تكوني بعيد عليا، راني ما بعد ما الايام هضروا وانا فيك وفيا.
ايه يا كبده قمت ليه؟ ايه ده طاعون ها؟ ايه ده الشور روسي. شروسي وانا سهران في مركز ثقافي. فين الرقاصه يا عم؟ جايه يا هيما اتقل، احنا بس بنعمل لك احماء. انت مش مبسوط ولا ايه؟ مش مبسوط. هو بس لما يجوا يحاسبوني طاعون ما يحاسبنيش حساب سبيشال، لحسن ما فيش غير 50 بلبل في جيبي. وهتاخد باقي يا كداكي، عيب. يا خوفي يا خوفي يا طاعون، اصل انت لسه اسمك مكتوب بالقلم الرصاص. يا خوفي بقى عشان تتقلوا بالجاف وقت ما يجوا يدبوا فيا تروح دابب فيهم. ايه الكلام الصعب ده يا هيما؟ وربنا جه كده ولا اعرف. ده صلاح جاهين ولا دي رباعيات؟ يلا يلا روح انبسط، يلا انسى الكلام ده. احتمال ما ارجعش الترابيزه. هيس يا كداكي هيس. خضتك؟ بص انا هقول لك على حاجه. اصل انا معدي لمحتك فلقيتك نسخه بجد من واحده كنت مصاحبها قبل كده. هو حضرتك صاحبتي او رفيقتي او اي حاجه كده؟ تعرفي منين؟ لا ما اعرفوش. ايه ده الصدر اللي داخل علينا ده؟ في سلامتك. طب يلا 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 يا اخويا يلا 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 يا اخويا. ايه يا كداكي رجعت ترابيزتك؟ انا كنت هبيع بجد والله ده حمار. استني خبالك واحدة واحدة. ده انت فظيعة فظيعة. ايه الحلاوة دي؟ انتوا بتاكلوا ايه؟ هتبوسي بيت؟ لا يا حتة مارونجيلاسي والاسم شوكولاتة شوكولاتة كوناطة ماسكة في ايديا ليه يا بطة تا 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 كوناطة. اقعدي اتغذي، انا اللي عايز اتغذى. ايه ده؟ وده وقته بيضرب في اوقات مش حلوه. سوري يا حبيبي. هلو صباح الخير يا بابي. اهلا يا روح بابا، صباح القشطه، صباح النور، وحشتي بابا. ما تجيبي بوسه. لا مش انت يا روحي، اطمنيني بس. ها عامله ايه؟ زفت يا بابي زي الزفت. كل يوم مستنيه كارثه جديده ومصيبه جديده وحد جديد يأذيني ويبيعني، وانتوا كل واحد فيكم عايش حياته ما حدش سائل فيا. ايه يا حبيبتي في مشاكل تاني في الحاره؟ نادر يا بابي، ازاي يكون كل ده بيضحك علينا ومتفق مع مروان ونجوان ومحدش فينا حاسس؟ نادر؟ نو لا يمكن يا حبيبتي. لا نادر لا يا وليه اسكت. لا سوري يا حبيبتي، لا نادر لا ابدا، انا اثق فيه جدا. لا ده ولد محامي ممتاز. لا انا لا يمكن يخوني او يخونك. انا هكلمه ها واخليه يرجع تاني ويمسك القضيه. طمني يا روح بابي، خلاص حطي ثقتك فيا وفي نادر. اوكي طيب يا بابي ماشي اللي تشوفه. باي. انا لبست اهو، يلا خرجيني بقى. حاضر يا سندس. انا عايزه اروح السيم. حاضر قلت لك حاضر. طب خليني حتى اروح السيده زينب، انا عايزه ازور السيده. ايه سندس مالك؟ طب خرجيني انت. انا مش بتاعه الخروج دي، بتاعه الخروج اهي. ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ مش تفتحي النهارده ولا ايه؟ مش هنزل ماليش نفس. ايه اللي مالكيش نفس ده؟ انا بعزم عليكي بسندوتش مربى. انا عايزه سندوتش مربى. حاضر يا خالتي هجيب لك. حاضر. هما العيال نسر وهدان دول اللي قدروكي صح؟ بقول لك يا جولي بطلي دلع وانزلي شوفي اكل عيشك، ولا انت منك بقى يعني عشان دفعتي الايجار مقدم هتقعدي لنا زي البروطه؟ انت عايزه مني ايه؟ انا مش طايقه نفسي ومش عايزه اتكلم مع حد. الحق عليا اني بقوي عظمك يا بنت، وما اول عيلين هيضايقوكي هتقعدي لنا في البيت. بقول لك ايه، انت نزلتي الشارع والشارع مش عايز شغل بابي ومامي ده خالص. الشغل عايز كلبه مسعوره بتهبش بسنانها كده اهو. يعني زيك كده. نعم يا عمر زيي. يا اختي زيي. يا ريتك يا حبيبتي تعرفي تبقي زيي. ده انت لو وقفتي على ودانك كده وما تعرفيش تبقي زيي. دي مرمطه وشقه سنين لما الواحد ما بقاش عارف لونجتته من تراب الشارع. اسره انا هعلمك تتعاملي مع الاشكال دي ازاي، مش عشان سواد عيونك، لا عشان بس ما خلفتكيش ونسيتك عشان اقعد احوش عنك كل يوم. ماشي؟ انت عينيكي سود. شوفي
الحرمة اللي على حق ربنا، اللي من بطن البقرة ولا فم الخليج ولا السيدة بتبقى ست. حاجة كده غير اللي انت عاملاها دي خالص. احسن تفتكري يعني كمنك حطيتي عباية سودا على جدتك بقيتي واحدة مننا ولا حاجة. وانا ابقى واحده منكم ليه؟ هو انا هكمل باقي حياتي هنا؟ انا شويه وماشيه، ومش عايزه خالص ابقى بيئه وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده. يا اختي صلي على النبي كده، وانت عامله زي الرقصة على السلم. لا انت محصله بنت زوات ولا عارفه تبقي بنت بلد. ماشي، وابقى بنت بلد ازاي بقى يا بروفيسوره؟ ايوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي. اول حاجه هاتي صباع الروج ده. الروج يعني؟ ايوه هاتيه اهو. بص، اما تيجي تحط احمر ما تلحسيهوش كده زي ما بتعملي كانك بتقطعي من جلدك ولا خايفه على الصوبه. لا، ادهني بذمه كده اهو عشان الاحمر يبان في سحنتك. هوريكي ازاي. استني. شوف. ها، ايه رايك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكه. خليني اخلص ولا ما كملش الدرس. مش خلاص تعالي بتسلى يلا. ايوه كده. بص، شايفه البودره دي بقى تسيبك منها خالص. دي اختراع فاشل ملوش لازمه. الكلام ده ما بيجيبش همه. هو نفس الصوبه تليطي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عامله كده اهو، يوم الاحمر يبان في سحنتك. تليطي؟ ايوه تدهني يعني. بص هوريك ازاي برضك. ها، ايه رايك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده انا مرضيش حريم الحاره كلها. يكش بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. اسره. هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده اهو تبقى عامله زي عين البقره. ماشي؟ بقره؟ ولو عرفتي تضربي شعرك اكسجين اضربيه، بينور الشعر كده ويخليكي ولا اللي جاي من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر. بحط هايلايت وخلاص. ايه؟ بقولك ايه؟ اللي بقوله تعمليه. يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقوليه. ايه حنكك ويهيبك ويسيب بيتك؟ بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده، ما تقفليش بقك كده وتدمي كانك محزوقه زي ما بتعملي كده. بصي طب انا هفهمك. يلا قولي كده اختي. شوف، لا ما ينفعش كده اهو. تقولي اختي. قولي منطقتي كده. منطقتي؟ لا شوف برضك، لا ما ينفع. قولي منطقتي. ايه يا بنت جدع. ايوه كده. بصي بقى، لو حد زود معاكي بالكلام هبي في وشه زي وابور الجاز. قولي له ايه عشان يخاف منك. مش عايزه اتعلم الزفت ده. انا مش عايزه الزفت ده. هاتي غيره. ايه ده؟ طب انا مش مكمله الدرس. لا بقول لك تعالي خلصيني يلا. ماشي. اما تروحي بقى للخياطه تاخدي لها العبايات كلها، تاخدهم لك كده سمكتين من الظهر يقوموا يتجقوا. ثم اما تنزلي الشارع تبقي حرمه كده فارده ظهرك كده وجسمك مرسوم. تقوم ساعتها ايه بقى؟ الرجاله كلها هتترمى عليك وانت ولا تعبريهم ولا تديهم ريق. نظام ايه؟ شوق ولا تدوق. ولو بس حد زود معاكي عن بصه بس تبقى واخده شوكتك من رجلك على ايدك كده على طول. الرجاله ماتوا في الحرب، مفيش حاجه هتحميكي الا دراع. انا مش عايزه اتعلم حركه الشبشب دي خالص بقى. لا مفيش حاجه اسمها كده. هتتعلمي. خد شبشب. لا ما مش عايزه امسكها بنت. بعرف مش عايزه امسكه. يا اختي استعملي شبشبك وريني. استني هاتي ايدك. ليه اجيب ايدك؟ خلاص اعمليها لوحدك. مش هعرف اعملها. استني. انجازي. يلا. انت ايه هو ده؟ انت هتتكفي على وشك. انا خلاص مش عايزه ابقى بيئه وبلدي وكل حاجه. مش عايزه اتعلم خلاص. طب انا حق عليا. انا بروح في حس بقى ليه بقى ساعه ما تولعي. مش كده يا اختي، المرايات كلها مجيره. النسوان بتشوف نفسها في المرايه تبقى عايز تضرب روحها بالجزمه. بتوحشهم اكتر ما هم وحشين. بقول لك ايه، بيروح الراجل بتاع الكريمات يقول له الكريم ده خلص عايزين منه تاني. اوعي تنسي. كملي. صباح الفل. اهلا. لسه فاكر قلبي يدي. اخلص يا هيمه. عاوز ايه؟ عاوز احلق. نعم يا اخويا، ما تروح تحلق. غلطان في العنوان يا حبيبي. هنا حلاق حريم يا سيد الرجاله. ما هو كله شعر يا كوريا، وكمان حاسك هتحلقي لي احسن من اي راجل. اخلص يا هيمه. هتطفش النسوان اكتر ما يطفشانا. يعني تقولي اي واحده دلوقتي لو دخلت تاني بحلق للراجل. قولي لهم خطيبي وبحلق له وانا غريب. اطلعي بره يا شيماء وردي الباب وراك، ما تدخليش حد. حاضر. ما تبطل دلع بقى وتقول عاوز ايه؟ وايه المشكله لما اتدلع عليكي؟ انا عاوز حلاقه حلوه كده عشان لما امشي جنبك ابقى احلى منك والبنات تقعد تبصبصلي. وتمشي جنبي ليه ان شاء الله؟ انت لسه قافشه ولا ايه؟ شوف يا هيمه، انت طول عمر دبلتك في ايدي
ولا بحس بيها، كانها حته من لحمي بالظبط. بس البراتي بقى من ساعه ما لبستها وانا حاسه ان صباعي وجعني يا ابراهيم. عشان قلعتيها يا كوريا، كبداكي ما يتقلعلوش دبله. ده انا كبداكي يا بت اللي ساب 40 مليون حرمه في مصر وحبك انت. تقسيش عليا يا كوريا عشان قلبك ما يوجعكيش. وجعني يا هيم، وجعني عشان بقتش عارفه اريحه من ناحيتك. ما عدتش مأمنالك، مش مطمنه لك كده، حاسه ان في اي وقت هتجيب سكينه تلمع وتغزها في قلبي. انا عمري ما حد مال عيني غيرك يا كوريا، حتى نوال. نوال دي انا ما خدتش بالي منها غير لما انت كترتي الكلام عليها. يا سلام. في ايه يا وليه؟ اطلعي بره، اطلعي بره. ايه الوليه المجنونه دي؟ فضحتنا. انا عمري لا حبيت ولا احب حد زيك يا كوريا. انت حياتي. يا راجل محل ازاز. قولوا لأمي طب وانا مالي طب وانا مالي طب وانا مالي طب وانا مالي طيب يا غزالي. بس قولوا لأمي طب وانا مالي 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 طيب يا غزالي. يا حلاوتك يا نونو، يا حلاوتك. الحمد لله على السلامة يا سيدي المعلمين. 5 دقايق بالظبط هتشلك الملوخية على شوربة جوز الأنارب، سلقاهم ومحمراهم، هتاكل صوابعك وراهم. الله الله، بسم الله ما شاء الله. هناكل ملوخية بالأنارب، ليلتنا أنارب وعون الله يا نونو. ريح بس انت جتتك قدام التلفزيون، وانا 5 دقايق بالظبط والاكل يكون جاهز. بقولك ايه، فكريني ننزل على الجيارة بعد ما ناكل عشان اجيب لك جوزين شباشب، احسن شبشبك مش عجبني. يعمر بيتك دايما كده فاكرني وكاسيني. امال الراجل اللي ما يشوفش طلبات اهل بيته ما يبقاش راجل. عداك العيب يا اخويا، عداك العيب وازح. انا عايز تجيب لي جوزين شباشب اللي شايله همك ومعاشراك، لكن ست البرنسيسه اللي انت عملت لها تمن ومسحت بكرامتك الارض، قلت لها هكتب لك الشقه باسمك وانزل اجيب لك عفش من دمياط لحد ما ركبتها علينا ودلدلت. وبعدين بقى نونو، ولا احنا هنفتح في المتقفل ليه؟ انا بس صعبان عليا منظرك، وانت راجل كبير ومعلم وشحط كده، وانت متهزق قدامي ومهزقني معاك، وهي مستقويه بالحكومه وماشيه مع الواد الظابط ده. ايه؟ هي ماشيه معاه؟ ايوه، امال هيعمل لها كل ده عشان ايه؟ الشرطه في خدمه لا مؤاخذه الشعب. انا بس اللي صعبان عليا كرامتك وكرامتي اللي داسوا عليها وانا راح اطلب لك ايديها. ما خلاص قصه وخلصت وحوار وراح لحاله. لا يا اخويا، ما راحش الحال ولا حاجه. انا ما استحملش قرفك وهمك وحرماني من الضنا، وفي الاخر ترميني في الشوارع وبات في الجامع وبتلطم زي الشحاتين. تفهمي بقى يا نوال، اللي فات مات. انت عاوزه ايه دلوقتي؟ عايزه رد شرف، عايزك تكتب لي البيت ده كله باسمي. ايه؟ نعم يا اختي. مساء الخير. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قرايبك دول؟ لا، دول قرايب جوزي. انا سمعت فعلا كنت متجوزه، الله يرحمه. هو انت اصلا سافرتي من مصر امتى؟ من زمان بقى، من وانا صغيره. ولسه راجعه بقى على كده؟ لسه راجعه. طبعا حاسه ان مصر متغيره كتير. هي متغيره الحقيقه، متغيره. وانت بقى كنت عايشه فين في الخليج؟ انت ليه بتحقق معايا كده زي ما اكون متهم عندك؟ وبعدين انت بتطاردني ليه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ لا لا ابدا، مفيش حاجه. وبعدين انا اسف جدا اذا كنت بزعجك. عن اذنك.
في ايه؟ ابراهيم نوح ابراهيم؟ تقريبا. ايوه امضي هنا. انا؟ ايوه. ايه البتاع ده؟ ده السلع في النيابه. امضي فين؟ اتفضل. كوريا ايه؟ ما كفايه بلح بقى يا كوريا، سبسبوها لها عشان تطلع حلوه في صوره المدرسه. يو امال يا وليه بتقولها لي كده كاني ما اعرفش اعمل الا بلح. طب ايه رايك بقى اعمله لها كله بلح عشان تلم لسانك ده؟ روحي اقعدي هناك، هاتي راسك يا بت. صباح الخير. قول مساء الخير. الساعه بقت 2 الظهر وانت بقالك يومين لا بتصحى ولا بتنزل تفتح العربيه. انا جالي استدعاء من النيابه. يا ستي ليه ما عملت ايه؟ هكون عملت ايه يعني؟ ما انا على حطة ايدك يا كوريا، لا رحت ولا جيت. بس لسه مصاحب لي العيال الساعه طعموس بلته. مصاحبهم تقوم النيابه عاوزاني؟ ما تعوزهم هم. طب وبعد بقول لك ايه يا حبيبتي، يلا حبيبتي حلوه كده عشان نبقى سمنا البلد نصين بين انا وامك. يلا حاسبيها يا شيماء. وايه اللي حلو كده؟ وبعدين كبدايك هتعمل ايه؟ هعمل عبيط ولا كاني شفت حاجه، انا بس عايز ارسى على اساس الحوار ده عشان انا مش مستريح يا كوريا. عايزاك تاكل شوية السمك دول يا سلومتي، عشان آخر الليل مش هتعرف نفسك، هتدعيلي. يا عيني على الفوسفور ده كله، ده انا هنور طول الليل، مش هتتقطع عني الكهرباء. افتح بقك يا سلومتي يا معلمي وسيدي وتجراسي. يا عيني يا عيني يا عيني، الصبر حلو يا جدعان، فعلا الصبر حلو. شوف انا صبرت كتير عليك ازاي، وعلى قله ادبك وسفلتك وطولة لسانك، لكن في الاخر اتعدلتي. ما هو من حبي وعشمي فيك يا سلومه، لو ما كنتش اتدلع عليك اتدلع على مين امال؟ اتدلعي يا نونو وقولي هاو 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 هاو. هنروح للمحامي امتى؟ ايه؟ عامل ايه كفل الشر؟ ما تخافش، انا عارفه انك صرفت فلوس تنكيس البيت اللي لميتها من السكان في حته الارض اللي ورانا. ما تخافش انا سترك وغطاك. انت عاوزه ايه يا نوال؟ الله، عايزه اقول لك ننزل نروح للمحامي عشان تكتب لي البيت باسمي. بيت ايه ده اللي اكتبه لك؟ انت اتجننتي؟ اكتب لك شقه عمري ليك انت؟ ليه؟ مش تحمدي ربنا اني لميتك في الشارع بعد الفضايح اللي عملتيها مع الواد الصايع ده بتاع كبده الحمير؟ وهو كان مين اللي رماني في الشارع يا راجل يا نار؟ بس انا نازل دلوقتي وراجع بالليل، لكن قسما عزما لو رجعت بالليل وجبت سيره الموضوع ده تاني على لسانك انا هرميكي في الشارع بالهدبه اللي انت لابساها. الشارع ده يلمك انت واللي زيك، اللي ما شفت منك خير، لا فلوس بتدي ولا لسان بينطق كلمه عدله. الهي يا بعيد يدوسك سواق يكون اعمى. دقيقه على طول. عفوا يا كوريا. عوف عليك يا خال. مفتاح الشقه للهانم، اصله نسيت مفتاحها فوق. وهي ليه يا ترى بقى ما بتنزلش من العربيه؟ على رجليها نقش الحنه ولا شغالين عندها؟ بقول لك ايه يا كوريا، هنرجع نعيد تاني ونزيد تاني. ما هي مستناك يا خال. انت عايزه مني ايه؟ انت مالكيش دعوه بيا، انا مش ناقصاك، سيبيني في حالي. بقول لك يا حبيبتي، انت فاكره نفسك نازله بنسيون خارجه الصبح وراجعه اخر النهار، ولا حد عارف انت رايحه فين ولا جايه منين؟ بقول لك ايه يا كوريا، الهانم كانت بتزور والدها الباشا. عيب والدها شلها يا والدها. بقول لك يا حبيبتي، انت كده هتاخدينا كلنا في حديد، احنا متوين الجدعانه، مش هتخرجي وتيجي وترجعي لنا بالحكومه في ديلك وعايزانا اسكت. انت مستحيله، انا الغلطانه ان انا رجعت. استاذ شكري خدني اي حته تانية، انا مش قادره استحمل خلاص. استهدي بالله يا هانم. كوريا ادينا المفتاح، ادينا المفتاح بدل ثلاثه بالله العظيم بدي ادي عليك. ماشي يا خال، اتفضلي. بعد كده الخروج والرجوع يبقى باستئذان، مش ميخه هي. ماشي اتفضلي. بس واتك البت قريبة خطيبتك دي وشكلها مقرش. انا مش عارف البت دي عدت من تحت ايدك ازاي هيما، مع ان انت دنجوان بطن البقره. يا عم واتكت ايه دي؟ بتكح قمصان نوم. البت دي اصلها كانت متجوزه واحد في الخليج وما رستش منه دينار احمر، وجات يا عيني بالهدوم اللي عليها. بس واتك يا عم انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنه. المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون، وتدلعني بقى وتصرف عليا. ايوه تدلعني يا طاعون. ادون جول واحد حلب حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت فين يا سوكا؟ مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي؟ بقالك يومين مش ظاهر، ما بتفتحش العربيه ليه؟ في ايه؟ يعني وقعت على سبوبه كده. ايه ده اشتغلت؟ فين بقى ان شاء الله؟ في مطعم طباخ، بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي، من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه؟ يا عم هي متلقحه، الناس هنا يا سوكا مش لاقي تاكل عيش حاف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه، والنص بالنص
وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه صاج سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكو. ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه وبقى تعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب. الاصيل للاصيل. سلام يا فنان، بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه على الشغلانه؟ الواد سوكا صاحبي بس بق ودلدوله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول، وهتيجي بقى كوريا تقول لي الكباريه والنسوان والخمره وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه يوجك طاعون، تديله مفتاح عربيتك. ياض عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس؟ ده عربيه كبده. ده سوكا طاعون، سوكا. بالهنا والشفا. ثانية بس هشوف مين اللي بيخبط. جاتلك ضربة. يو انا جيت ناحيتك دلوقتي. ايوه بقول ايه؟ انا قصدكي في خدمه. انت بتكلميني انا؟ امال سندس؟ لا مالكش دعوة بيا. سبتيني يا اختي خايفة وجعانة. تعالي النبي يا خالتي استني دلوقتي. خير؟ عايزاكي تكلمي لي الظابط بتاعي. الظابط بتاعي؟ ليه؟ هيما جاله استدعاء من النيابه وعايزين نعرف الاستدعاء ده ليه؟ انا اللي هكلم الظابط انا واقول له ياخدك ويحطك في السجن علشان انت سبتيني انا وقرأت. معلش يا خالتي، حقك على دماغي، حقك على دماغ امي الله يرحمها، بس والنبي سيبيني اشوف النصيب اللي انا فيه. ما بكلموش. نعم يا اختي، انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ جالي من يومين المحل وقلت له ما تكلمنيش تاني ومشي زعلان. طب معلش يا جولي، تعالي على نفسك عشان خاطر الواد لا ينتص فيها حكم غيابي وينحبس. ماليش دعوه، خدي نمرته وكلميه انت. ما ينفعش انا اللي اكلمه، مش هيعمل حاجه، انت اللي لازم تكلميه وتدلعي عليه عشان يعمل لنا المصلحه، بعد كده ان شاء الله تقولها في بعض. تدلعي. بقول لك ماليش دعوه، مش هكلمه. هو ايه اللي مش هتكلميه ده؟ ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انت مش حاسه احنا عاملين عشانك ايه؟ ده احنا ملبسين نفسنا قضيه عشان متسترين عليكي وكاتبانين على الحاره كلها ومقسماني في اكلي وشربي ونومي وحمامي وشايله همك ليل نهار كانه همي. يا شيخه ده حتى لما نزلت الصبح وغبتي قلبي وجعني عليكي كانك اختي ولا بنتي. كل ده مفيش تقدير؟ هو انت ايه؟ كان الناس دي كلها بتشتغل عندك ما بتحسيش بيهم؟ يا شيخه شحال ما كنتش جايالك يعني وبقول لك ده انا قصدكي في خدمه. ده بدل ما تقولي لي تأمري ولا من عينيا الاتنين زي الناس الجدعان تقولي لا طبعا. صحيح اللي بيقني كلب بيطمر فيه واللي بيقني انسان بيعضه. كلب؟ ماشي يا كوريا، انا كنت هكلمه لك بس دلوقتي عمري ما هكلمه. ايه رايك؟ الله يسامحك، انا اكيد ما اقصدش يعني. الو. الو. مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه، ما تزعلش مني. خالص طبعا، متهمة ايه؟ وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. وبعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ فاكرها طبعا، الكوافيره. خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعاء من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعاء ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطه خالص، انا بكره الصبح اول ما اوصل القسم اشوف لك لو ليه اي محاضره عندنا اتحولت للنيابه ولا لا، ولو في هعرف لك ايه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ رقمي. خلاص انا هسجله واكلمك بكره اقول لك ايه الاخبار، بس بقول لك ايه، هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده. لا اكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموش جاتنا نيله، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟
بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. اهلا وسهلا. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. انا بحب الشيوخ قوي قوي قوي. عارفه ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول ايه. انا هحج امتى بقى؟ ان شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد اذنك يا اختان، كنت حابب الفت نظرك لحاجه بسيطه كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعه في فيترينات العرض المسماه بالملكانات، الا ترين فيها فتنه؟ يعني ايه؟ هذه المجسمات الا ترين فيها فتنه؟ فتنه؟ دي بلاستيك. افهم هذا جيدا، ولكنها منحوته بمهاره، كانها انثى متفجره الانوثه ملفوفه القوام. وشباب منطقتنا من الفقراء ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهده النساء الحقيقيات، وانا بعيني شاهدت كثير من ابنائنا سائق التكاتك وهم يهدؤون السرعه ليتاملوا هذه المجسمات والعياذ بالله. العياذ بالله. يعني هو انا صحيح مش فاهمه ولا كلمه من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح انه كلام مهم. ولكنني وقفت اراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت اكلمك. لا انا مش متضايقه خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الاريا في المنطقه قصدي. والله خير القيام يا اخت جمالات، اقيم الشعائر واقيم الصلاه وائم المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافه مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد اذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز ايه؟ مش عرفني، بيقولي لازم البس المكانات. مكانات؟ لبس المكانات ويشتغلوا ازاي؟ هو انا ناقصاك انت كمان؟ حرام عليكي. خدي يا حبيبتي ردي على التليفون. الو. صباح الخير. صباح النور. كويسه النهارده ولا لسه مضغوطه؟ لا كويسه، بقت احسن. انا خليتهم دوروا على القضيه بتاعت ابراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقه ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا اي حاجه، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط واحضار. بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضيه ويتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، انا هقول لكوريا عشان تقول له، ومتشكره قوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك اول حاجه ما تقوليليش حضرتك، ثانيا ما تشكرنيش، وانا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي احسن طريقه تشكرني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بنت؟ ساهمتي كده ليه؟ صحصحي الاكل عيشك لحسن بعدين اقوم اكسرك. انت تحط شويه زيت عليهم حته دهن جاموسي. دهن جاموسه؟ عشان يدوا ريحه، وبعد كده تروح فاقع الكبده والسجق ورادمهم فلفل اخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى ما تدبش السكينه في الرغيف لحد اخره عشان ما يبهواش ويطلب منى زياده. بص نص فتحه وتمسك المقصوصه ويا دوب، شوف يا دوب لحسه كبده، وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 ل 100 رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه وما تصدرش الطرشه يا ولا. شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هياكل ايه؟ مخلل، تديله مخلل على قد ما تقدر، المخلل بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكله يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل. هو الرغيف ابو كيلو كبده و2 كيلو سجق يا اخويا. ازيك يا ام سوق؟ ازيك يا سوق؟ تعالى هي عاوزاك. ايه خير؟ القضية اللي عليك طلعت بتاعت سرقة الميكروباص، والواد الظابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تنتصش فيها حكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو ما فيش شهود ولا حاجة. ماشي؟ ماشي، هروح بكره اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الظابط؟ منطقه ضيقه يا كوريا والريحه هتفحفح. ادي نفعتك يا اخويا، كنت هتعرف مين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطه، طالما فيها مصلحه قشطه. البت يا اخويا عماله توشوش في الواد كأن احنا غربة. هو احنا غربة يا ولا؟ احنا غراب ياما وخليكي في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوكه، يا سوكه هتولع في ام اللي جابوك. اجري يا ام سوكه. الشوك مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب، بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى يشفي مجروح القلب. ايه ده انت بتعيطي ولا ايه؟ لا خالص مفيش. انت ايه اللي صحاكي؟ انا عارفه يا اختي، حلمت بكابوس كاني متعلقه كده اهو في شجره رفيعه وهتقع بيا، لقيت لك نفسي ده بيروح، قلت اما اخرج اشم شويه هوا. براهيم
ابراهيم ابراهيم مين؟ يو انا كوريا. الله انت صاحيه؟ ده انا كنت هتصل بيكي بس قلت تلاقيكي نايمه. ايه اللي انت لابسه ده ورايح على فين؟ لا ده انا رايح فرح واحد صاحبي كان معايا في المدرسه. الواد قاعد يزن عليا قلت له يا عم الحاج انا ما عنديش هدوم اروح بيها، راح جايب لي الطقم ده. بس ايه رايك يا بنت يا كوريا؟ ها بصي ها؟ لا جامد، واد جامد. عشان تعرفي يا كوريا الواد لما بينضف بيبقى عامل ازاي. وهو برضه قلت تبقى بروفا عشان اشوف لايق عليكي في الفرح ولا لا. لايق عليا انا؟ ده انت في الخطوبه كنت احلى مني. وانت في احلى منك. طب انا الحق بقى اروح الكباريه، اروح الفرح عشان عندي بكره نيابه. ماشي. سلام يا مزدتي. سلام يا حتتي. ما تيجي اقول لك كلمه على السلم. يلا يا واد امشي. خلاص ما تكتبهوليش كله، اكتب لي نص البيت. هو انا صبري معاك طولة السنين دي كلها يعني ملوش تمن؟ الله، واحدة غيري كانت راحت عملت لك قضية خلع واتجوزت عيل صغير في سنها يجيب لها العيل اللي بتتمناه من الدنيا. تمن ايه يا ست نوره واللي انت عايزاه؟ وانا مأجرك من شارع الهرم عشان تقولي لي تمن؟ ما انت متجوزه ومتستته واكله شاربه نايمه وعامله نفسك السفيره عزيزه قدام نسوان الحته كلها. ايه اللي جننك بقى وخلاك تقولي اكتب لي وما تكتبليش؟ الله، واشمعنى يعني كنت هتكتبه للبت الواقعه؟ ولك مني يعني بنت اصول وما اشرطتش عليك اول ما اتجوزنا؟ ولا انا اكبر واستحمل عشان تيجي غيري وتلهف على الجاهز؟ من الاخر يا ست نوال، انا مش هكتب لك بلاطه من الشقه. عيشي بقى وما تخربيش على نفسك. انا نازل اشوف شغلي بدل المرار اللي انت معيشانا فيه ليل ونهار. اعوذ بالله. بقى كده يا سلومه؟ ماشي، يا انا يا انت.